بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل لكم وصفة سمك. ده سمك يعني يمكن هما 2 كيلو سمك، وعندنا توم، دول 4 روز توم فصصتهم، ودول بقى ايه البهارات دي: ليمونة كاملة مقطعة، وتوم باودر، وطبعا كمون، وبهارات، وملح. 4 معالق صغيرين بس مليانين شوية للسمك. وهنجيب، انا نسيت على فكرة اجيب قرنين فلفل، هجيبهم وهرجع اوريهولكم دلوقتي. وهتبقى الوصفة ان شاء الله سمك مقلي اهو. ورجعنا لكم تاني، جبنا قرنين الفلفل، وهنبتدي طبعا هنضربهم بقى في الكبة، وهنتبلهم وهنشوفهم مع بعض دلوقتي اهو يا جماعة. طبعا احنا عملنا الخلطة، وهنبتدي بقى ايه اهو نتبلها كلها اهو. السمك على فكرة لازم يتشبع من الخلطة، تمام اهو. اهو بحط له توم كتير ليه بقى؟ انا بحب احط له توم كتير عشان يشرب من الخليط اللي انا بعمله ويبقى طعمه حلو. انا بحب اعمل كده. كل واحدة براحتها بقى، عايزة تحط توم قليل تحط اهو. هنحشيهم كده بالثوم زي ما انا قلت لكم يا جماعه ان انا بحب الثوم فيه كتير، يعني بحس كده ان الثوم بيديله طعم اهو. اهو الثوم بيديله طعم جميل جدا ما هقولكيش اهو. اهو انا بحب الثوم فيه كتير. هنعملهم كلهم يا جماعه، وبعد كده بقى ايه هنشوف في الاخر، وبعد كده نرجع لكم تاني اهو يا جماعه. انا تبلت السمك كله، وهعمله بقى هحطه بقى ايه في الدقيق، وبعد كده هواتي هبتدي بقى ايه هحمره في الزيت اهو يا جماعه. السمك بيتحمر، وبعد ما نخلص السمك كله هنوريه لكم وهنقدمه لكم اهو يا جماعه. احنا كده خلصنا اكله السمك بتاعتنا، وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. ادي بقى ايه ده، عباره عن زيت كريستال وبصل عشان نعمل رز اخضر. بنحضر البصل الاول، نحمره الاول، وبعد ما نحمره نشوف هنعمل ايه مع بعض.